السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة درس ايه؟ درس مريم وماريا. تمام كده، للصف كام؟ الرابع الابتدائي. هنبتدي بقى ايه القصة بتقول ايه؟ في حصة العلوم طلب الأستاذ مجدي من تلاميذه بالفصل أن ينقسموا إلى مجموعات، بحيث يشترك أفراد كل مجموعة في تقديم لوحة تعبر عن البوصلة وتطورها. يعني إيه؟ يعني الأستاذ مجدي ده قال لهم أنا أقسمكم لمجموعات، وكل مجموعة هتقدم لي إيه؟ لوحة تعبر عن البوصلة وتطورها. مريم أهي، انضمت مريم إلى فريق قام به زملاؤها محمود، كريم، وهاني، وأشرف. مريم انضمت للفريق بتاعها. الفريق كان فيه مين؟ 4 ولاد، محمود وكريم وهاني وأشرف. والتفوا جميعا في دائرة يتناقشون فيما سيفعله كل منهم. يعني التفوا يعني ايه يا ميس؟ التفوا يعني تجمعوا. مش هما متجمعين اهم؟ يا ميس، ده احنا شايفينهم متجمعين. ليه متجمعين وعمالين يتكلموا؟ يعني ايه التفوا بقى؟ التفوا يا ميس يعني تجمعوا، اهو متجمعين. التفوا يعني تجمعوا، اتجمعوا علشان يتكلموا ويقولوا كل واحد هيعمل ايه. طيب ايه بقى حصل؟ ايه بعد كده يا ميس؟ بعد كده قالت لهم مريم بقى، قالت لهم ايه؟ قالت مريم: أعرف برنامج تحديد المواقع وهو تطور للبوصلة، إذ يستخدمه أبي في أثناء قيادته السيارة على الطرق التي لا يعرفها. ده أنا بابايا عارف ده أنا أعرف برنامج تحديد المواقع، والبرنامج دوت تطور للبوصلة. طب عرفتيه إزاي يا مريم؟ عرفته إن بابايا وهو بيسوق العربية عامل بيستخدم البرنامج ده علشان يعرف الطرق اللي مش عارفها. تمام. طيب يعني ايه بقى أثناء؟ يعني ايه كلمة أثناء؟ هي يعني ايه؟ يعني خلال، وهو بيسوق. تمام كده، يعني أثناء يعني ايه؟ خلال. أثناء يعني ايه؟ خلال. يعني ممكن يقول يستخدمه هو أبي في خلال قيادته للسيارة. تمام كده، خلال قيادته السيارة يعني وهو بيسوق العربية. تمام كده. طيب يمكنني جمع المعلومات لكم. قالت لهم أنا أقدر أجمع لكم المعلومات. طيب عمل إيه محمود؟ فقاطعها محمود بقوله، قال كلا سنقوم نحن بتلك المهمة. محمود قال لها لا، ده إحنا هنقوم بتلك المهمة. طب ليه يا محمود بتقول كده؟ قال لها فأنت فتاة ولن تستطيعي معرفة جميع التفاصيل العلمية. أنت بنت ومش هتقدري تجمعي كل التفاصيل العلمية. تمام كده. يعني ايه ميس تفاصيل؟ تفاصيل يعني معلومات. مش احنا بنقول هنعمل هنجمع معلومات، صح كده؟ هنا بقى بيقول لها فلن تستطيعي ولن تستطيعي معرفة جميع التفاصيل العلمية. التفاصيل اللي هي المعلومات، هو قصده المعلومات. تمام كده، قصده المعلومات. فقال لها يمكنك فقط إعداد اللوحة وتقسيم المجموعات في مربعات في بعض الرسومات. طب يعني ايه إعداد؟ إعداد يعني تجهيز. إعداد يعني تجهيز. زي ما أنا مثلا زي ماما بتحط لنا الغدا، أو ماما بتعمل لنا الغدا، فماما بتعمل بتجهز الغدا. تمام كده. إعداد يعني تجهيز يا ميس. طيب يعني تقسيم؟ ماما بعد ما بتعمل لنا الغدا بتجهز لنا الغدا. تمام كده، اللي هو إعداد أو تجهيز. تمام كده، بتعمل بتقسم بقى الغدا دوت في أطباق. تقسيم يعني بقى؟ توزيع يا ميس. يعني ماما لما تعمل غدا بتوزع لنا كل واحد طبق في الطعام اللي هي عملته. تمام كده، يعني هي قسمت او وزعت. تمام. تقسيم يعني توزيع. طب اعداد تجهيز يا ميس، لما اقول لماما انت جهزتي الغدا يبقى اعداد يعني تجهيز. تقسيم يا ميس يعني توزيع. تمام كده. تمام. طيب لما محمود قال لها كده بقى، انت يا مريم هتعملي هتجهزي بس لوحة
وتقسمي المعلومات، هتجيبي المعلومات وتقسميها في مربعات، تمام كده، او توزعيها في مربعات مع ايه، مع رسم كده، هترسمي ايه، هترسمي رسمة كده او رسمتين فيها وخلاص. طيب ماشي يا محمود. طيب، طب ايه رأي باقي المجموعة يا محمود؟ رأي باقي المجموعة كان زي رأي محمود، كان رأي بقية أفراد الفريق مثل محمود، رأيه زي محمود، رأيهم طبعا غلط، رأيهم غلط، تمام كده. ليه؟ هنعرف دلوقتي. فصمتت احتراما لرأي الأغلبية لكنها كانت حزينة. فصمتت يعني ايه صمتت؟ هي سكتت. صمتت يعني ايه؟ سكتت. تمام كده، هي عملت ايه؟ سكتت او صمتت، تمام كده. طب احتراما لرأي الأغلبية، طب هي احترمت الأغلبية يعني ايه؟ الأغلبية يعني الكثرة، اللي هم أكتر يعني، هي واحدة والباقي كلهم ايه؟ 4 ولاد نفس الرأي وهي واحدة، يبقى مين الأغلبية؟ الأغلبية طبعا يميس اللي هم ال4 عشان هم الايه؟ الكثرة يعني هم الأكتر، يبقى الأغلبية يعني ايه؟ الكثرة يميس، الأغلبية يعني الكثرة، تمام كده. طيب، هي كانت زعلانة جدا لدرجة أنها لم تدرك مرور الأستاذ مجدي بجانبهم واستماعه لما حدث. هو الأستاذ مجدي عدى كده من جنبها ولكن هو كان سامع كل الحوار، تمام كده. لما أجي أسألكم بقى سؤال وأعرف أنتوا كنتوا مركزين ولا لأ، ركزوا معايا بقى. كيف عرفت مريم برنامج تحديد المواقع؟ سهلة جدا يا ميس، لأن كان باباها بيستخدمه وهو بيسوق العربية بتاعته، ويعرف ويعرف الطرق من ايه؟ من البرنامج دوت اللي هو ما يعرفوش، يعني الطرق اللي هو مش بيعرفها فبيعرفها عن طريق البرنامج ده. يعني هنقول هو بيقول احنا اللي بنتكلم مش مريم اللي بتتكلم، فمش هقول ابي، هقول ايه؟ والدها، تمام كده. هقول ايه؟ يستخدمه والدها في اثناء قيادته السيارة في الطرق التي ايه؟ لا يعرفه انا هجيبها من ايه؟ من الفقرة، تمام كده. طيب، ايه اللي حصل بعد كده؟ في الموعد المحدد لتسليم كل فريق لوحته وقف الأستاذ مجدي بالفصل سعيدا بالتزام الجميع بما طلب منهم، ثم وقف بينهم وشكرهم جميعا. هو الأستاذ محمود كان مبسوط طبعا من إنهم التزموا وعملوا إيه؟ وقدموا اللي طلب منهم، فوقف بقى يشكرهم وقال لهم قبل التقييم اللي هو يعني ايه؟ مش التقييم يعني قياس مدى النجاح. يعني ايه التقييم؟ يعني بقيس مدى النجاح، يعني انا نجحت بنسبة قد ايه، تمام كده. يبقى التقييم ايه؟ قياس مدى النجاح، برافو عليكم. فقال لهم قبل ما اقول لكم التقييم اللي انتم مستنيينه الذي تنتظرونه، لابد أن أحكي لكم تاريخ اختراع برنامج تحديد المواقع. ده أنا أحكي لكم بقى مين اللي اخترع البرنامج تحديد المواقع. طب مين اللي اخترعه؟ إن الفضل في اختراع هذا الجهاز يعود إلى عالمة الفلك العربية مريم الأسترلابي التي عاشت في القرن العاشر ميلاديا. أديني هعمل إيه؟ نعمل 10 ميلاديا كده عشان نفتكر، نجيب معلومات كده وايه ونحطها على جنب كده. 10 ميلاديا عشان نفتكرها، 10 ميلاديا، تمام كده. طيب، يعني مين اللي عمل مين اللي اخترع ليه الفضل في اختراع الجهاز ده يا ميس؟ عارفين عالمة الفلك العربية مريم الأسترلابي يا ميس، اللي عاشت في القرن العاشر يا ميس ميلادي. طيب، عملت ايه مريم؟ طبعا يا ميس اتبسطت. مريم اللي هي الصغنونة، مش مريم الكبيرة، مش مريم دي التانية. فرحت مريم وزادت من تركيز استماعها لمعلمها. طب يعني ايه تركيز؟ تركيز يا ميس لما انا ميس اكون مثلا في الفصل والميس تقول لي ركز او تقول لي انتبه، ركز او ايه؟ انتبه. طب تركيز يعني ايه؟ تركيز يعني انتباه يا ميس، تركيز يعني انتباه، انا مركز او منتبه، تمام كده. تمام يا ميس. طيب، فزادت بقى وايه؟ ركزت او انتبهت كده لايه؟ لمعلمها. في حين بدت الدهشة على وجوه بقية التلاميذ وبخاصة محمود. بقية التلاميذ حصل لهم ايه؟ بدت الدهشة يعني ايه؟ التعجب. هم استغربوا كده، استغربوا وبصوا كده وهم ايه؟
على وشهم ايه؟ الدهشة. الدهشة اللي هي ايه؟ التعجب. تمام، الدهشة اللي هي التعجب. تمام كده. طيب حصل ايه بعد كده؟ واصل الأستاذ واصل الأستاذ مجدي حديثه وقال: تعلمت مريم علم الفلك والعلوم الفضائية من والدها. من ايه؟ والدها منذ صغرها. يعني ايه؟ يعني الأستاذ مجدي عمل ايه؟ الأستاذ مجدي اتعلم الأستاذ مجدي كمل كلامه وقال إن مريم تعلمت تعلمت علم الفلك. ومين؟ علم الفلك والعلوم الفضائية. يعني مريم اتعلمت علم الفلك والعلوم الفضائية من مين؟ من والدها. وهي ايه؟ وهي صغيرة. من وهي صغيرة. وعملت لمدة ايه؟ 23 عام. لمدة قد ايه؟ 23 سنة. فضلت 23 سنة تتعلم حتى اخترعت جهاز الأسترولاب المعقد الذي ايه؟ أطلق عليه ايه؟ العرب وقتها أطلق عليه العرب ايه؟ جهاز ذات الصفائح. يعني ايه يا ميس بقى؟ يعني ايه يا ميس؟ يعني ايه أطلق عليه؟ يعني ايه؟ يعني سميه. أطلق عليه يعني سموا الجهاز ده. لما أقول مثلا حاجة أنا عملتها مثلا، لا أنا لازم أسميها اسم، صح؟ لازم أخلي ليها اسم. تمام كده؟ يبقى أطلق عليه يعني إيه؟ ها؟ يعني يا ميس سميه. يعني إيه؟ سميه. تمام كده؟ تمام. طب لما أنا أسألكم سؤال بقى، إيه السؤال يا ميس؟ إيه السؤال ده؟ ما العلوم التي تعلمتها مريم من والدها؟ هي سهلة يا ميس. تعلمت منه ايه؟ هنقول تعلمت من والدها علم الفلك والعلوم الفضائية. علم الفلك والعلوم الفضائية. طب ما اسم الاختراع الذي اخترعته مريم؟ بصوا بقى، هنقول ايه اسم الاختراع؟ هنقول جهاز الأسترولاب، وأطلق عليه العرب وقتها ايه بقى؟ وقتها جهاز ذات الصفائح. تمام. هنقول عليه ايه؟ جهاز الأسترولاب المعقد الذي أطلق عليه العرب وقتها جهاز ذات الصفائح. تمام كده؟ طيب عملت ايه مريم بقى؟ قاطعت مريم معلمها. يعني ايه؟ يعني هي اتكلمت وقالت: وماذا يعني جهاز ذات الصفائح؟ يعني ايه جهاز ذات الصفائح؟ يعني ايه الجهاز دوت؟ قال لها: قال الأستاذ مجدي: هو نموذج. نموذج يعني ايه؟ يعني شكل. نموذج يعني ايه؟ يعني شكل. تمام كده؟ هو نموذج للقبة السماوية. يعني هو شكل كده للقبة ايه؟ شكل القبة الايه؟ القبة السماوية. تمام كده؟ طيب القبة السماوية اللي مكتوبة الموجودة في مكتبة اسكندرية شبهها. تمام كده؟ بس هو جهاز صغير. تمام؟ طيب تظهر عليه صورة السماء في مكان محدد. صورة السماء موجودة بتظهر عليه بس في مكان محدد، وكمان عند وقت محدد. طب ليه يا ميس؟ ايه ده بتظهر ليه؟ يعني ليه صورة السماء بتظهر فيه وفي وقت محدد؟ علشان يسهل ايه؟ ايجاد المواقع عليه، عشان يبقى سهل ان احنا نلاقي الموقع عليه. تمام كده؟ تمام يا ميس. طيب فيحسب ايه كمان؟ بيحسب يا ميس بدايات الاشهر العربية عبر رؤية القمر. يعني احنا بنشوف القمر كده عبر رؤية القمر، عليه بنحسب ايه؟ بدايات الاشهر العربية. يعني بنعرف احنا ايه؟ احنا كام في الشهر. تمام كده؟ طيب كما كان يمكنه تحديد اماكن النجوم والكواكب. يعني كمان بيعرف يحدد لنا اماكن الايه؟ النجوم اللي موجودة فيها نجوم، وكمان اماكن الايه؟ اماكن الكواكب. يعني بيعرفنا اماكن النجوم والكواكب، وكمان بيعرفنا الوقت. وكمان بيعرفنا الوقت في الليل والنهار. يعني احنا احنا نهار ولا ليل؟ احنا ايه الوقت؟ الساعة كام؟ وكمان واتجاهات سير السفن. السفن كان القبطان بيعمل ايه؟ بيستخدمه علشان يعرف يمشي ازاي في البحر. تمام كده؟ طيب لما اسألكم سؤال واقول لكم:
صف جهاز ذات الصفائح. هتقولوا لي ايه؟ سهلة يا ميس. هنقول ايه؟ هناخد من الفقرة. هو نموذج للقبة السماوية، تظهر عليه صورة السماء في مكان محدد عند وقت محدد حتى يسهل إيجاد المواقع عليه، فيحسب بدايات الأشهر العربية عبر رؤية القمر. كما كان يمكنه برضو تحديد أماكن النجوم والكواكب والوقت في الليل والنهار واتجاهات سير السفن. طيب، ما أهمية جهاز ذات الصفائح؟ هنقولها هو تمام كده. هنقول أهميته إن إحنا بنعرف بنعرف بدايات الأشهر العربية، إيجاد المواقع بنستخدمه في إيجاد المواقع، ويستخدم في معرفة بدايات الأشهر العربية، وكمان يمكنه تحديد أماكن النجوم والكواكب والوقت، ونعرف يمكننا أن نعرف الوقت في الليل والنهار. ويستخدمه القبطان في تحديد اتجاهات سير السفن. تمام كده، أو السفينة. تمام. طيب بعد كده سأل محمود: وما علاقة الأسترولاب ببرنامج تحديد المواقع؟ إيه علاقته؟ أجاب الأستاذ مجدي باسما، ابتسم كده وقال له: إن فكرة عمل برنامج تحديد المواقع تعتمد على فكرة عمل الأسترولاب. يعني إيه؟ يعني فكرة تحديد المواقع اللي موجودة دلوقتي بتعتمد أصلا على فكرة الأسترولاب. يعني فكرة الأسترولاب، عمل الأسترولاب لو ما كانتش موجودة ما كناش عملنا عرفنا نستخدم برنامج تحديد المواقع. يعني هو الأساس، وإحنا عملنا طورناه فقط. تمام. طيب، وكذلك البوصلة، برضو البوصلة وقد اخترعته امرأة في العصر الذهبي للحضارة العربية. وكمان البوصلة التي أتاحت الفرصة للجميع دون تمييز في التفكير والتعلم والابتكار. يعني كمان وكمان البوصلة اخترعته امرأة في العصر الذهبي للحضارة العربية، التي أتاحت يعني يعني سمحت. أتاحت يعني سمحت. اللي أنا أقول مثلا أتاحت يعني عطت الفرصة، ما قالتش لا، سمحت يعني ما قالت لهمش لا. تمام كده. يعني أتاحت ليه؟ يعني سمحت. طب سمحت لمين؟ للفرصة. أتاحت الفرصة للجميع، يعني خلت الجميع يعمل يفكر ويتعلم ويبتكر. تمام. طيب، دون تمييز يعني تمييز يعني تفرقة. هي ما فرقتش ما بين حد دون تمييز. مثلا زي الاخوات، مثلا ماما بتعاملهم معاملة واحدة، ما بتميزش ما بينهم، كلهم زي بعض. تمام كده. تمييز يعني يعني تفرقة. دون تمييز يعني دون تفرقة يا ميس. تمام كده. طيب، بيقول: ولكن للأسف لا يعرف قصة مريم الكثيرين. يعني مفيش ناس كتير تعرف قصة مريم. تمام كده. طيب، هنا لما يجي نقول علامة يعتمد فكرة برنامج تحديد المواقع، بيعتمد على سهلة يا ميس. يعتمد على فكرة عمل الأسترولاب. عمل الأسترولاب. تمام كده. تمام. طيب، آخر حاجة بقى، محمود لما سمع بقى قصة مريم العالمة، فعمل فحس إن هو مكسوف. شعر محمود بالخجل عندما عرف قصة تلك العالمة. لما عرف القصة حس إن هو مكسوف. تمام. طيب، عرف قصة العالمة التي يقوم على اختراعها ابتكارات حديثة. يعني يعني بعد ما عرف قصة تلك العالمة التي يقوم على اختراعها، يعني اختراعها بقى فيه ابتكار بعد كده، والناس عملت طورت منه. ابتكارات يعني يعني اختراعات ناس عملت اخترعت بقى وطورت وطورت الاختراع بتاعها. تمام كده. طيب، على اختراعها ابتكارات حديثة في عالمنا المعاصر. المعاصر يعني المعاصر يعني الحالي. يعني الحالي اللي هو موجود دلوقتي. المعاصر يعني الحالي يا ميس. فعمل بعد ما حس ان هو مكسوف؟ فنظر الى زميلته مريم، بص كده لمريم وقال لها
أعتذر لو كنت قد ضايقتك. أنا متأسف إن أنا لو كنت ضايقتك، ولكن لك أن تفتخري بأن اسمك بأن اسمك على اسم بأن اسمك على اسم مريم الأسترليبي. هو أنا بعتذر ليكي عن طبعا اللي أنا قلته، ولكن انت المفروض تفتخري لأن اسمك زي اسم مين؟ مريم. طب لما أنا أسألكم سؤال كده، دي خلاص آخر القصة. لما أنا أسألكم سؤال هو بما شعر محمود بعد أن حكى المعلم القصة؟ شعر طبعا هنقول شعر محمود، هنجيبها من الفقرة مش من دماغنا اهو. شعر محمود بالخجل بعدما عرف قصة تلك العالمة التي يقوم على اختراعها ابتكارات حديثة. تمام كده؟ طيب السؤال التاني، ما موقف محمود من مريم بعدما سمع القصة؟ موقفه اعتذر طبعا. اعتذر لمين؟ اعتذر لمريم. اعتذر محمود لمريم وقال لها اعتذر محمود لمريم وقال لها اعتذر لو كنت قد ضايقتك، ولكن لك ان تفتخري بان اسمك على بان اسمك على اسم مريم الأسترليبي. تمام كده؟ بكده احنا خلصنا الدرس. المطلوب منكم ان انتوا تسمعوا الدرس كويس قوي، تمام، وتحلوا عليه وتاخدوا بالكم من المعاني كويس جدا. تمام كده؟ وأقابلكم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.